هل انت ينفع ريحتك تبقى حلوة من غير ما تستخدم برفيوم؟ للأسف معظم الناس فاكرين ان هو لازم يستخدم برفيوم عشان ريحته تفضل حلوة، ما يعرفش ان انت ممكن تستخدم برفيوم وريحتك تبقى وحشة وكمان توجع البطن. عشان بكل بساطة العطور مش معمولة علشان تخبي الريحة الوحشة، العطر معمول علشان يحافظ على ريحتك حلوة بس. في شوية خطوات بسيطة لازم تحافظ عليها عشان ريحة جسمك تفضل حلوة والبرفيوم يبقى فعال معاك. اول خطوه، اوعى ترش برفيوم وانت عرقان عشان تخبي ريحه العرق، هي الريحه هتستخبى فعلا بس لمده ربع او نص ساعه بالكتير، وبعد ما ريحه البرفيوم تهدى وفوحانه يقل، الميكس اللي هيعمله مع ريحه العرق القويه هيبقى اسوأ بكتير. وده ياخدنا لتاني خطوه، انك لازم تبقى شخص نظيف وتستحمى على الاقل مره في اليوم اول ما تصحى من النوم علشان تنظف بشرتك من العرق اللي جسمك بيفرزه طول الليل. ده غير ان هو هيساعدك تجدد نشاطك وتفوق بسرعه وتبقى مركز طول اليوم. وطبعا بعد ما تاخد شاور لازم تستخدم مزيل عرق ما يكونش فيه كحول ولا الومنيوم علشان ما يعملكش حساسيه. وبلاش تبقى مستعجل وتلبس على طول، ادي فرصه لجسمك يمتص مزيل العرق عشان في دراسات كتير بتاكد ان درجه حراره جسمك كل ما تعلى درجه امتصاص جسمك لمزيل العرق بتقل، فده بيقلل تاثيره وفعاليته معاك على مدار اليوم. نصيحة مني، بعد ما تستحمى استخدم بادي ميست او بادي سبراي، ريحتك هتفضل حلوة طول اليوم حتى لو نسيت تستخدم بيرفيوم. احنا كده خلصنا الجزء بتاع النظافة الشخصية وده يعتبر الحل الخارجي للمشكلة، لكن عشان تحل المشكلة دي حل جذري لازم تغير روتين يومك وتعمل تالت واهم خطوة، وهي انك تقلل التوابل والبهارات في اكلك خصوصا الثوم والبصل، عشان التوابل بتغير في تركيبة العرق وبتخلي ريحته نفاذة اكتر. كمان لازم تقلل الدهون اللي بتدخلها جسمك من الفاست فود علشان الدهون بتحفز جسمك على افراز العرق وبتخلي ريحته اسوء. وده هياخدنا لاخر واهم خطوه، وهي انك تلتزم بنظام غذائي صحي وتمارس رياضه انت بتحبها. ده مش بس هيقلل العرق، كمان هيساعدك تحافظ على شكل جسمك وتحسن صحتك. ومن الاخر كده عايز اقولك انك تحافظ على نظافتك الشخصيه مش حاجه صعبه، بس هتفرق معاك جدا في ثقتك في نفسك وانك تحافظ على شكلك، وهتحسن نظره الناس ليك. ولو حابب تطور من شخصيتك وشكلك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتقولي حابب نتكلم عن ايه الفيديو اللي جاي.